السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، ازيكم؟ وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وأنتم بخير. بعد الفيديو اللي فات الناس شافت الفيديو وجاء عليه تعليقات كتير جدا. أحب أشكر الناس، كل واحد كتب تعليق وكل واحد عمل لايك للفيديو، وخاصة الناس اللي هي عرضت عليه حمام. أنا بقول لهم متشكرين، أنا مش محتاج حاجة. كل ناس كتير يا جماعة عرضت عليها من حمامها، قالوا بس لما تعدي الدور اللي عندك ده خد الحمام اللي انت عايزه من عندنا. الناس دي كتر خيرها، يشكرهم، وهم بسببهم يعني ايه جاني فكرة ان احنا نعمل كده مع اي حد نشوفه ان هو يمر بالظروف دي. ليه ما نعملش كده ونعوض الناس بجوز مثلا من حمامنا؟ مش هتخسر كتير يعني. لو انت حد قريب منك واعطيته جوز وغيرك اعطاه جوز، هيبدأ من جديد ومش هيحس بالمصيبة اللي هو فيها بخسارة الحمام يعني. لان يعني الامراض الفيروسية دي بتقضي غالبا على معظم الحمام. طيب، والناس كمان اللي هي عملت لايكات، بسم الله ما شاء الله عليهم، بنشكرهم. الناس تانية كتبت تعليقات برضو بنشكرها. الناس اللي هي كتبت تعليقات بتقترح علاجات، اعمل كذا واعمل كذا. وانا سميت الفيديو ده او هسميه حاجة من الاتنين. انا كنت محتار في الاسم بصراحة، وافتكرت حاجة كده، مثل كنا بنقوله زمان كمصريين: اللي على البر عوام. ده انا بقول على نفسي مش على حد اللي هو يعني اللي بيقول لي، لا انا بتكلم عن نفسي. اللي على البر عوام ليه؟ يعني انا مثلا واحد بقالي كتير قوي بربي حمام، والناس بتسألني وبقول لك وبقول لغيرك، لكن لما بيحصل عندك مشكلة زي دي انت خلاص المخ بيقف، التفكير بيتشل، خلاص مفيش ايه، ما انتش عارف تعمل ايه وتبدأ ازاي وتبدأ منين. انت عارف لكن مش عارف تبدأ منين. طب اكلم مين؟ كمان ناسي، كمان الناس اللي انت عارفها تكلمها. انت عارفين اطباء بيطريين، وعارفين مهندسين برضو بيشرفوا على مزارع وبيعملوا تحصينات، وعارفين يعني في معارف نقدر نكلمها. لكن في الوقت ده كل ده بتنساه. فده اللي بينطبق عليه المثل: اللي على البر عوام. طيب، هنشوف برضو ابرز التعليقات ايه اللي اقترحت اقتراحات. هنقول لكم كل الحاجات دي. هو الفيديو جميل بس ممكن يطول شوية. هنشوف الناس دي لكن هنتكلم في البداية. الناس اللي قالت طب انت بتعالج من شهرين ليه؟ الفيروس مثلا مدة حضانته معروفة ان هي 7 ايام، في اللي قال 11 يوم 12 يوم بالكتير هنقول. لان انا الموضوع ابتدى عندي ما كانش فيروس، تمام. ابتدى عندي مثلا بمرض الكوليستيريديا. كنت اشتريت حمام، دخلت حمام، بعدها جه الحمام، لقيت الحمام اللي عندي جاله مرض الكوليستيريديا. مرض الكوليستيريديا معروف ان هو بيجي من تغيير الاكل اللي بياكله الطائر، او تغيير الجو، تمام. ده سبب برضو، ده مرض الكوليستيريديا. عالجنا مرض الكوليستيريديا بمضادات حيوية طبعا. بعدها بدأنا هنرفع مناعة، هوب داخل مرض الفيروس الغدي اللي هو الحمامة اللي هتشوفها دي، الحمامة اللي مش قادرة تقف على رجليها دي. طبعا الحمامة اللي مش قادرة تقف على رجليها دي ناس كتير افتكرت ان ده سالمونيلا مفصلية. لا يا جماعة، مفاصلها سليمة، مفيش فيها اي تورمات في رجليها، مفيش الاسهال بتاع السالمونيلا المعروف. ده فيروس اسمه الفيروس الغدي، لانه جه كمان للزغاليل، مش الحمامه دي بس، اصاب يعني وانتشر، فذبحنا الزغاليل وتخلصنا منها. الزغاليل طبعا اللي احنا كنا بنجهزها نسلمها للناس، الناس اللي هي كانت حاجزه معايا. ولما عرضت عليهم الفيديو بكل امانه، الناس مش عايزه تاخد فلوسها. يا جماعه خدوا فلوسكم، انا عايز ارتاح من الفلوس اللي عليا. محدش عايز ياخد فلوسه، او معظمهم يعني محدش خد فلوسه، الا اللي هو ايه صرف نظر نهائي مش هيجيب حمام او ظروفه ما تسمحش يعني. بدأنا نعالج الفيروس الغدي. طبعا الفيروس الغدي اللي ناس قالت لي العلاج مضادات حيوية، طبعا ده غلط جدا. انك تأتي مضاد حيوي مع الفيروس كده بتقتل الحمام، تمام. عالجنا بقى خلاص، ما عادش مضادات حيويه اللي احنا كنا بنعطيها الاول لما دخل الفيروس الغدي طبعا. واحنا كنت لسه بعطي مضاد حيوي لعلاج الكوليستيريديا. دخل الفيروس الغدي فكنت لسه بعطي، فطبعا بقى في نافق كتير، بقى في ميت بسبب ان المضادات الحيويه مع الفيروس، تمام. يبقى مع الفيروس نوقف
المضاد الحيوي ونشتغل بس برافع مناعه. الموضوع طول ليه بقى؟ لان دخل فيروس تاني، يعني مش فيروس واحد، 2 فيروس، فيروس الغدي وفيروس الروشه كده، عشان كده الموضوع طول. طيب هو المرض انتشر عندي منين؟ المرض الامراض اللي دي زي ما قلت لك نرجع تاني، جت منين؟ الامراض دي بتيجي يا اما انت اشتريت حمام، دخلت حمام على حمامك جديد، او ان انت فيه طيور، طيور بريه زي العصافير، اليمام، حاجات بتنزل عندك على السطح او مكان التربيه بتاكل مع الحمام. وانا الحمد لله بفضل الله الاتنين موجودين عندي، السببين موجودين. فيعني وفي ناس كمان مربيه بط في السطوح اللي جنبي، فممكن تكون برضو سبب للعدوى. طيب المرض الفيروسي ده جالك انت ليه دونا عن الناس؟ يعني الناس حمامها سليم واحنا نعرف الناس المشهورة. والله في ناس كتير منتشر عندها المرض، بس في ناس قالت وفي ناس ما قالتش، وهم ما قالوش يمكن اللي ما قالش الله اعلم بيهم برضو، ما نظلمش حد. لكن في ناس منهم اعتقادا منهم ان هم مش هيعرفوا يبيعوا لو هم قالوا، من الناس بعد كده مش هتاخد فيهم ثقة ان حمامهم فيه مرض وان هم مش هيبيعوا. انا بقول للناس دي والله ما يروح من رزقك حاجة. يعني الناس اللي حاجزة معايا اللي قالوا لي مش هناخد فلوسنا، مش عايزين فلوسنا دلوقتي، احنا معاك. قول لهم ممكن اقعد سنة عم اعطيكم حمام تاني، يقول لك احنا معاك. ده بقول لهم ايه الناس دي، يا ريت ان هم ياخدوا فلوس. واحد قال لي من ضمن التعليقات ان هو محصن حمامه ومع ذلك برضه جاله الروشة. شوف، واي حد يبقى عارف كده ان الروشه مش سببها اللي هو فيروس بس، من سببها فيروسي بس، ممكن يكون سببها برضه بكتيري، يكون سببها سالمونيلا. السالمونيلا لما تزيد زياده عن اللازم بتسبب برضه العوجه اللي في رقبه الحمامه دي، اللي هو مرض الجمل او اللي هو مرض الروشه ده. بيعمل تجلطات، هتلاقي تجلطات تحت جلد الرقبه او في بعض الشرايين كده، هتلاقي فيها حبسه دم. هوري لك صورتها دلوقتي عندي على الطبيعه من الحمام اللي عندي اللي هو رقبته معوجه كده. هتبص تلاقي اما تشد هنا الريش هتلاقي تحت جلده او على جلد الرقبه هتلاقي فيه دم حابس كده، دم ازرق. فهو ده من الايه، جلطه بتيجي مع الفيروس او مع بسبب السالمونيلا. ففي سببين، فانت ان حصنت روشه لازم تحصن سالمونيلا، تحصن الاثنين مش واحد بس، لازم الاثنين. بمعنى كده ان انا ما حصنتش، انا عن نفسي ما حصنتش السنه اللي فاتت. ليه؟ هقول لك ليه. هو سبب كسل، ده سبب واحد. وسبب الثاني ان انا في سنه من السنين كنت حصنت الحمام، وطبعا كنت محصن فيروس الروشه وفيروس الجدري اللي هو بالشوكه والسالمونيلا، ثلاث تحصينات في سنه. وطبعا بجهز الحمام ان انا هبيعه. فطلعت عملت فيديو واعلنت ان انا ببيع الحمام وان انا محصن الحمام محصن يا جماعه. وبفتخر طبعا ان انا راجل هاخد حمام محصن. دخل لي طبعا معلومه ما كنتش اعرفها فعلا، المهندس محمد حسني من الاصدقاء، يعني طبعا هو بيشرف على مزارع وهو له في التحصينات والراجل يشكر. قال لي غلط ان انت تبيع حمام متحصن لحد يكون عنده الحمام مش محصن، ان هو مش محصن حمامه. لو خد الحمام اللي انت محصنه نقله عنده، اصبح الحمام اللي هو خده محصن من عندي مصدر عدوى للحمام بتاعه. تمام؟ ليه بقى؟ لان احنا بنحصن بنحط الفيروس في الحمامه، فاصبحت احنا بنديها بيسموها جرعه مستضعفه. التحصين ده الفيروس بس في صوره مستضعفه، ان عشان يقاوم المناعه بتاعته تنشط، يقدر يقاوم بعد كده نفس الفيروس لو جاله. تمام؟ فاحنا بنديله بالظبط زي التطعيمات اللي بنعطيها للبشر بالظبط. هي دي زي دي التحصينات. والتحصينات دي يا جماعه موعدها بتكون في شهر 6 وشهر 10. تمام؟ ده اللي عندنا احنا في مصر، في شهر 6 وفي شهر 10. الشركة بتعملها او اللي هي هيئة المصل واللقاح في مصر، والأدوية برضو منها المستوردة، بتيجي منها المستورد ومنها المصري. واحنا نفضل التحصين المصري اللي هو بيكون شغال على العترة اللي في مصر، لان كل بلد بيكون ليها المرض بتاعها هي. فاحنا العلماء بتوعنا بيشتغلوا على المرض اللي عندنا احنا، فبيكون تحصينه كل 6 شهور. فده سبب اللي خلاني برضو كسلت ان انا ما حصنش. لكن هو التحصين مهم جدا، بس عشان
نبيع لحد الحمام المتحصن لازم نقول له الحمام ده محصن، وانت لو مش محصن حمامك هيحصل فيه مكون معرض للمرض ده. الا بقى لو مر ال6 شهور على التحصين يكون خلاص مفعول الفيروس اللي احنا حطيناه في الحمامة المتحصنة يكون مفعوله انتهى، ممكن بعد كده يروح يتحط في وسط اي حمام ما يكونش مصدر للعدوى الفيروسية. تمام كده؟ بالطريقة دي بتشتغل كل التحصينات يا جماعة، كل التحصينات بتديله نفس المرض بس بصورة مستضعفة. تمام؟ وزي ما قلت لك ما تنساش التحصينات بتكون متوفرة في الأسواق في شهر 4 وفي شهر 10، غير كده ممكن ما تلاقيهاش. ولو لقيت التحصينات دي ممكن تلاقيها بتاعت السنة اللي فاتت. طب ليه؟ ايه الميزة بتاعت السنة اللي فاتت وبتاعت السنة دي؟ بتاعت السنة اللي فاتت السنة دي بتختلف عن السنة اللي فاتت، بتاعت السنة دي بتختلف عن بتاعت السنة اللي فاتت. ليه التحصينات دي؟ لأن هم العلماء اشتغلوا عليها على الفيروس الموجود السنة دي، لأن الموضوع الأمراض بتتطور كل شوية، فهم بيعملوا كل سنة عترة جديدة بيسموها العترة جديدة. من أبرز الاقتراحات اللي جاتني في التعليقات اللي هو فعلا هو الرأي ده بيتعمل به في المزارع الكبيرة ومزارع الدواجن، اللي هو بيعملوا ايه لما بينتشر الفيروس في المكان ومش قادرين يسيطروا عليه؟ بيعملوا ايه؟ في انبولة كده اللي احنا بنقول عليها بتتحل تحت المية دي، هي في اختلفوا عليها، في ناس تقول ينفع لكل الطيور وفي ناس تقول ان هي تنفع للفراخ بس او الدواجن بس ما تنفعش للحمام، اللي هي بتتحل تحت المية. انبولة صغيرة دي اسيب لك صورتها دلوقتي تحت المية وبيطيل الحمام كله. اللي اقترح عليها الاقتراح قال لي طب ما تعمل كده، اعطي الحمام المصاب والسليم. بيحصل ايه في الحالة دي؟ المصاب بيموت كله اللي بيتبقى بيبقى اتحصن وخد التحصين بتاعه ما عادش يصيبه حاجة. خلاص كده؟ دي طريقة بيستخدموها في المزارع للسيطرة على المرض، لوقف المرض. يعني ايه؟ عارف بيضحي باللي هو التعبان. الخيار ده موجود وبيتعمل بيه في المزارع، بس مش كل الناس بقى تقدر تعمله. لو انت شايف عندك الإصابة وعندك استطاعة تعمل كده اعمل، ما عندكش خليك ماشي بقى بالثلاث حاجات اللي احنا بنقول عليهم للعلاج، اللي هم هكررهم لك كذا مرة في الفيديو ده، اللي هو رافع مناعة نوع كويس، فيتامين ب عشان يقوي أعصاب الطائر، حاجة للسيولة زي الإسبرين، وثلاث حاجات. خلاص كده؟ الحاجة الاسبرين دي عشان برضو ايه الجلطة اللي بتكون موجودة في رقبة الحمام كده ان هي تفك، تقوم الرقبة تتعدل تاني. تمام كده؟ لكن زي ما قلت لك الفكرة دي حد اقترح عليها ان انا اعملها، لكن انا بصراحة يعني خفت لان الاصابة كانت كتير، كانت هتبقى الخسائر كبيرة جدا. هي فيها ميزة ان انت بتتخلص من المرض اللي في المكان، بعدها ايه خلاص الطيور اللي عندك متحصنة هتقدر تنظف وتطهر، ما عادش حتى هيجي العدوى ما عادش هتيجي للحمام السليم. دي ميزة في الطريقة دي، تختصر الطريق. يعني هو يقول لك ايه، ما هم كده كده المصاب ده هيموت، فاحنا بنتخلص منه بالطريقة دي والسليم بيعدي. تمام؟ فدي طريقة برضو بيستخدموها اصحاب المزارع المصابة. طبعا في مزارع الدواجن انا بقول لك مختلفين عليها بتوع الحمام. طيب الانبولة دي اللي بيحب يستخدمها، انا كنت زمان بحصن بيها الروشة بدل الحقن، كانت بتوفر عليها، كنت بحقن السالمونيلا تحت جلد الرقبة او في عضلة الصدر، والانبولة دي كانت بشتغل بيها تحت المية وكانت بتكفي والدنيا ماشية والحمد لله. الانبولة دي ميزة فيها ان هي بتكفي 1000 طائر. تمام؟ لها 3 طرق خلاص استخدام. الثلاث طرق دول ان هو بيحل الانبولة تحت المية، كده كده بيحل الانبولة تحت المية. انا بقول لك بتكفي 1000 طائر سواء حمام او فراخ او اي حاجة، هم 1000 طائر بتتحل تحت المية اللي تكفي الكمية كلها. في الطريقة بقى الثلاث طرق اللي بيستخدموها اللي هم التقطير في عين الطائر نقطة، حط نقطة في عين الطائر، وديت يمكن بيقولوا ان هي اسلم طريقة ان هي بتخش على الاغشية على طول. تمام؟ الطريقة التانية ان هو بيرش مثلا من على بعد متر في وش الطيور كلها. تمام؟ ببخاخة ويرش على بعد متر كده بيجي الرذاذ في عين الطيور. الطريقة التالتة ان هو يحطه في مية الشرب، وده اللي انا كنت بعمله قبل كده. تمام؟ اللي هي بيسموها اللاسوتة. الحقنة دي لما تروح للبيطري او اللي هو بيبيع الامصال قول له اللاسوتة تتفك تحت المية، ويفضل ان انت تملي الاناء بتاع المية بالليل. تمام؟ هتسيب المية من بالليل. ليه؟ لو انت هتجيب المية من مية البلدية بتاعتنا، لان المية دي بيكون عليها كلور، نسبة من الكلور عشان تتعقم المية.
فعشان الكلور ده بيبوظ التحصينات او الادويه. الاحسن ان انت تملى الميه من بالليل تسيبها الكلور يطير، اما الكلور يطير تصبح الصبح تفك تحتها. الامبول ده لازم يتفك تحت الميه، ما ينفعش فوق الميه، خلاص لازم تحت الميه، بتفك تحت الميه، وبعد ما تفكه تسقي منه الطيور او تعمل الطريقتين التانيين، التقطير او اللي هي الرش في وش الطيور. دي طبعا بتتعمل في الحالات السليمه زي ما قلت لك الافضل، وفي الطيور اللي هي المصابه لو انت حبيت تضحي وتنجو بالسليم. طيب انا عملت كده التحصينه دي، لا انا قلت انا فضلت ان انا اشتغل بالطرق بتاعتنا بتاعت زمان، ان انا استمر مع الطيور في رفع المناعه وفيتامين ب 12 وبرشام السيوله اللي هي اقراص السيوله اللي هي الاسبرين، وفي نفس الوقت يعني ممكن تشد الريش زي ما كنا بنعمل زمان. في فيديو ليا زمان من كام سنه 5-6 سنين مش فاكر بالظبط، وكنت بشد الريش منها وابين الجلد كده ونخرج الدم الفاسد بابره بنشكه كده بدبوس نخرج منه الدم الفاسد. حاول اسيب لك رابط الفيديو في وصف الفيديو او في اول تعليق. طبعا الطريقه دي اللي هي الطريقه اليدوي اللي هي البدائيه بتاعت زمان دي مش هتنفع في المزارع الكبيره. المزارع الكبيره لازم يتخلص من كل الطيور التعبانه دي، عشان برضو ان هو ما عندوش وقت، ده محتاج مجهود كبير، فهو محتاج ان هو كمان يتخلص. والتخلص طبعا من الطيور ديت المصابه افضل. ليه؟ لان انت بتتخلص من الفيروس كمان اللي في المكان، يعني انت محتاج تطهر المكان بالمطهرات اللي هي فيركون اس. يعني انا مره بطهر بفيركون اس، ومره بطهر بيود بيطري على برمنجانات البوتاسيوم على خل التفاح، مره بده ومره بده. وطبعا مع التنظيف غسيل التطهير يا جماعه، ده غسيل مش رش خفيف، رش غسيل للمكان كله. في ناس تانية بتطهر بالكلور، وكل الطرق ماشي تمام. ممكن تبدل بين المطهرات دي وبعدها، يعني انت ممكن مره تطهر كده وممكن تطهر مره كده، لكن المهم ان انت تغسل المكان وتغسل السلكات وتتخلص من الطير المصاب. دي افضل طريقه ان انت تقضي على المرض وتقدر تسيطر عليه بسرعه، وان انت تحافظ على المتبقي سليم. تمام كده؟ يبقى هي دي افضل شيء في العلاجات الفيروسيه. طبعا الطرق بتاعت زمان لما كنا بنعمل كده وبنشك في نخرج الدم ونات الثلاث ادويه اللي قلت لك عليهم دول، كنا برضو بنعرض الطائر كده نحطه في سلكه كده في الشمس معظم اليوم. فاحنا يقول لك ساعتين، لكن انت في الجو اللي احنا فيه ده ممكن لو الشمس كانت طالعه تحطه معظم اليوم، لكن طبعا احنا في جو مطر، خلي بالك ما تسيبش الدنيا تشتي عليه يتعب اكتر يعني. لكن الطريقه البدائيه اللي احنا بقول لك عليها بالشوكه بنخرج الدم ده من الحمامه وبننتف الريش والكلام ده وتحطه في الشمس، ده لما يكون واحد عنده حمامتين غاليين عليه يحاول معاهم كده. والافضل كمان ان هو ياخدهم ينقلهم بيت تاني، يعني لو انت مربع على السطح البيت ده الافضل توديهم على بيت تاني ما يكونوش في نفس العزل، ما يكونش قريب، لان يقال ان الفيروس ده بيتنقل من مسافه 50 متر. يعني حد قال لي برضو ان هو بيتنقل من على مسافه 50 متر، فشوف قد ايه. يعني لو جارك عنده ممكن يجي لك، جارك اللي هو لازق، طبعا بيوتنا احنا لازقين جنب بعض فما فيش المسافات البعيده دي، لكن لو البيوت اللي بعيده بقى مش مشكله، ما هيبقاش عرضه ما يكونش عرضه لنقل الامراض. باكد تاني يا جماعه ان الحمامه اللي انتوا شفتوها ماشيه بتزحف ديت، الحمامه دي ما كانش عندها ورم خالص في المفاصل وما كانش عندها سالمونيلا مفصليه، لان في ناس كانت قالت برضو اقترحت اعطيها كالسيوم، وفي اللي قال يعني على ان نقص كالسيوم، وفي اللي فكر ان هو ورم في المفاصل وان دي سالمونيلا مفصليه. انا بقول لهم لا، ده اسمه الفيروس الغدي بيعمل كده خلاص. فانت تاتي مضاد حيوي بتقتل الحمامه، يعني مش بتعالجها مع الفيروس، بتقتل الحمامه. حد تاني برضو اقترح في التعليقات اني اعطي اعشاب وقال لي كذا على كذا على كذا. طبعا الاقتراحات الاعشاب دي كانت كتيره جدا وناس كتيره مقتنعه بها وبتشتغل بيها، على راسي يا جماعه، الموضوع ده على راسي، لكن لما الفيروسات بتيجي والمرض بينتشر في المكان فبيكون صعب الاعشاب تقدر تعمل اللي بتعمله الادويه البيطريه. الادويه البيطريه ميزتها ايه؟ وفي منها كتير على فكره من مستخلصات الاعشاب، لكن تتميز بايه مستخلصات الاعشاب؟ انت هتلاقي الازازه معموله بالنسبه اللي انت، يعني هو يقول لك حط سنتي على اللتر، حط 2 سم على اللتر، حط نص سم على اللتر، فتكون الجرعه محسوبه. لكن انت بتقول لي ربع معلقه من الاعشاب او معلقه، مش قادر احدد حتى حجم المعلقه، يعني المعلقه دي نفسها انا مش مقتنع بانك انا اقول لك بالمعلقه، لا لما تقول بالسنتي فهل مركز هل مش مركز، ما ممكن قطره يضر.
ممكن احط جرعه مخففه ما تعملش حاجه. انا مش فاهم اللي في دماغك عشان استخدم الاعشاب بالطريقه اللي انت بتقول لي عليها. وطبعا الموضوع ما فيش وقت، بيكون ما فيش وقت، انت ما انتش فاضي انك انت تشتغل، ما انتش عارف هتكلم، ما انتش عارف ترد على التليفونات. يعني الفتره دي تلاحظ ان انا امتنعت عن تصوير الفيديوهات، ما فيش عندي وقت ان انا اصور. الحمام اللي رميته معظمه ما تصورش، اللي مات واترمى انا ما صورتوش، ما كنتش فاضي. شغل 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 على طول، ومطهرات، واعزل ده من هنا وهد هنا، واذبح ده قبل ما تأتي الأدوية تستفاد بيه، قبل ما تأتي الأدوية. الموضوع كان كبير جدا والحمد لله عدى على خير. يعني هقول لك ايه، هتشوف الكام حمامه اللي باقيين اللي انا لسه معتزي بيهم من الحمام السلفر، بحاول معاهم لو نجا منهم حمامه او اتنين، هم يمكن 5 6 حمامات، انا بحاول معاهم لو نجا منهم حمامه او اتنين يبقى احنا طلعنا بالخمس 6 حمامات دول، او الحمامتين اللي هنطلع بيهم نبدا بهم من جديد. حد تاني برضو ده طلب لي مكالمه تليفونيه، الراجل يشكر والله، قال لي ان هو بيجيب طبق فيه ميه وبيحط كيس ملح كامل بيدوبه في الميه. طبعا الميه بتبقى مالحه جدا، انا افتكرت ان هو يسقي الحمام، لكن طبعا هو قال لي ان هو بيحمي الحمام، وقال لي على مجموعه اعشاب كمان بيحطها فيها، هي بيحمي حمامه، فهو بيمسك الحمامه كده يغطسها ويحميها. فقلت له الموضوع ده محتاج يعني ان انت يكون عندك عدد قليل، لو انت عندك عدد كبير مش هتقدر تعمل الموضوع ده. لكن احنا بالنسبه لنا هيكون مثلا محتاجين نرش بالبخاخه او باي حاجه من اللي بترش ديت، ترش بها المكان، او ان انت تحط الطبق الحمام ينزل هو بنفسه يستحمى لو الحمام سايب في المكان. وطبعا كيس ملح كتير فمش هينفع يشرب فيه. احنا كنا زمان بنحط ايه، يعني مثلا كنت بستخدم خل مع ملح، بس طبعا كبشه ملح قد كده في الطبق، مش كيس ملح يعني. الحمام يستحمى ويشرب، كانت بتنفع برضه مع الحشرات، فما فيش منها ضرر. دي تعتبر مطهر لكن مش علاج. يعني انت لما تحمي الحمام مفيش حاجه دخلت جوه، مفيش، لكن هو انت طهرته من بره زي اللي هنرشه بالظبط بالبخاخه كده. ده برضو احد الاقتراحات. الراجل يشكر، وبنشكر كل الناس اللي كتبت تعليق، والناس اللي عملت لايك، والناس اللي اتصلت، والناس اللي كلمتني واتس كمان يا جماعه. بجد بجد يعني ايه، انا فوجئت بحب الناس ده، رغم ان انا من زمان ما عملتش فيديوهات، لكن حب الناس ديت على راسي والله، وجميلكم على راسي، جميلكم على راسي، جميلكم على راسي. بشكركم جدا جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.